في مسلسل لينك بكري جاله مسج بتقوله مبروك كسبت 50,000 جنيه. وشه نور كأنه مسك الحلم بإيده، وبعدها اكتشف ان كل ده نصب. الحقيقة ان النصاب دايما بيلعب على احتياجك. لو عندك احتياج للفلوس هيبيع لك وهم الثراء، ولو عندك احتياج للحب هيبيع لك اهتمام مزيف، ولو عندك احتياج انك تثبت ذاتك هيبيع لك تسقيف مؤقت. ابنه قال له انا عايز افتح شركة. بكر رد عليه انت جاي تكلمني عن فكرة انت اساسا ما عندكش عنها فكرة. الجملة دي مش بس عن الشغل، دي عن كل حاجة في حياتنا. لما تبقى مش عارف انت عايز ايه فعلا، اي صوت هيبان لك ان هو الصح، اي حضن هيتهيأ لك انه الامان، واي رسالة هتصدق انها فرصتك. ميمي جمال بتقول جملة عبقرية جدا، الاعلانات بتقولك لو بياناتك راحت فلوسك راحت. وانا هقولك من ناحية نفسية، لو احتياجك راح لحد تاني علشان يشبعهولك مشاعرك هي اللي هتضيع. لما بنرمي احتياجنا على شخص تاني علشان يكملهولنا بنسلم له مفاتيحنا، وبنبقى طول الوقت تحت رحمته. يرضى فنحس بقيمتنا، يبعد فنفقدها. الوعي الحقيقي مش انك تسد احتياجك بأي شكل، الوعي انك تفهمه وتملكه، لانك لو محدد انت مين وعايز ايه محدش هيقدر ينصب عليك لا بفلوسك ولا بمشاعرك. ادي لنفسك التقدير والحب والاهتمام والاحتواء اللي بتدور عليهم بره. لما تشبع ده جواك محدش هيقدر يستخدم احتياجك ده ضدك.